النهارده بجرب عربيه جديده وهي الشنجان السي اس 55 بلس الجديده، ودي اللي هي التجميع المحلي، واللي معانا دي هي الفئه الثانيه اللي هي اسمها بريميوم. في الفيديو ده هنجرب فيها كل حاجه: الاداء والعزل واستهلاك البنزين، حتى التسارع، وحتى مساحات الرؤيه، وكمان المساحات الداخليه والشنطه وكل حاجه في العربيه. فخليكم مكملين كده لحد الاخر عشان تعرفوا رايي في الشنجان السي اس 55 الجديده. الشنجان السي اس 55 بتتقدم في مصر بثلاث فئات. اول فئتين تجميع محلي، وثالث فئه استيراد من الصين. اول فئه اسمها اليت بتتقدم بسعر 1,050,000، والفئه الثانيه بريميوم 1,180,000، والفئه الثالثه اللي هي الفلاج شيب اللي هي بتيجي استيراد من الصين ب1,325,000، وبعد الخصم اللي حصل عليها في شهر ديسمبر. الاسعار دي بتاريخ 8/1/2026. خلينا نتكلم على السبيكس للثلاث فئات. واحده بتيجي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، بيقدر يطلع 185 حصان عند 5500 لفه، وبيقدر يطلع 300 نيوتن متر تورك. واصلين بناء الحركه دي سي تي من 7 نقلات ويت مش دراي. العربيه وزنها حوالي طن 400 وشويه. تانك العربيه دي 55 لتر. دلوقتي جه بقى وقت ان احنا نجرب الشنجان السي اس 55 بلس الجديده على الطريق، ونجرب فيها كل حاجه: الاداء والعزل والتوجيه والثبات والعفشه بتاعت العربيه ومساحات الرؤيه، ونجرب كل حاجه في العربيه. اول حاجه هنجربها مع بعض هي الاداء. العربيه كانت قعدت معايا اسبوع، فانا هديكوا كده تجربه اسبوع العربيه عامله ايه. بس خلينا اقول لكم ان دلوقتي مثلا لو جينا دوسنا على الايكو، هتلاقي ان استجابه العربيه على الايكو كويسه، لدرجه ان انت ساعات ما بتحتاجش ان انت تجيب العربيه على النورمال، يعني دايما بتبقى سايق على الايكو. وبرضو اللي انا خدت بالي منه، يعني لو جبنا العربيه برضو على النورمال ودوسنا، الفرق ما بين النورمال والايكو حاجه لا تذكر. فانت ممكن في وقت من الاوقات تبقى سايق العربيه على الايكو طول الفتره. النورمال بس ان هي بعد ال 120 بتلاحظ ان العربيه بتروح. خلينا اجيبها لكم برضو كده على السبورت. السبورت بقى بتفرق، يعني هو الفرق ما بين الايكو والنورمال تقريبا شبه بعض، بس السبورت العربيه اقوى فايقه، هتحس العربيه اتجننت اول ما جبتها على السبورت. خليني اقول لكم ان اداء العربيه اديله من اكتر الحاجات المميزات في العربيه، اديله 8/9. خلينا دلوقتي احنا داخلين على ملف، خلينا نجرب توجيه العربيه. العفشه الاماميه ماكفيرسون، العفشه الخلفيه مالتي لينك، وجنط 19. خلينا ندوس كده، احنا ماشيين على 60. في حته اندر ستير بسيطه بسيطه، مش قويه قوي، ولكن التماسك بتاع العربيه حلو. خلينا نجرب دلوقتي بقى في النزله اللي جايه. شايفين اداء العربيه عامل ايه؟ اداء العربيه عربيه فايقه، يعني هي دلوقتي على النورمال عربيه فايقه حاضره. المنظومه الموتور والفتيس مع وزن العربيه مساعدين العربيه بشكل كبير ان هي تديك اداء كويس جدا. خلينا نبص بقى على العفشه بتاعت العربيه دي، حته كده مكسره ودي كده حته نازله شويه، تحس ان العفشه ناشفه سنه. خلينا نبص على الحته التانيه اللي نازله هنا دي برضو، عايزين نخشها كده بسرعه. دي احسن شويه، الحته المكسره. نشوف الجنط ال 19 شويه، حاسس ان العفشه ناشفه. فالتوجيه بتاع العربيه اديله 7/8. العفشه اديها 6/7. العربيه تحس شويه عربيه عاليه، يعني الخلوص الارضي بتاعها 171، فده خلوص ارضي كويس جدا. جراوند كليرنس كويس. العربيه بس عاليه قوي، يعني حتى باب العربيه كبير جدا. العربيه دي تحسها برضو، يعني مش عارف، تحس ان هي كانت محتاجه توطى شويه. بس العربيه طول ما انت راكب فيها ميزه ان انت على طول حاسس ان انت فوق. العربيه عاليه مع انها هي تعتبر في فئه الميد سايز، او خلينا نقول اللي هي فئه الكومباكت كروس اوفر. فهي عربيه كروس اوفر بس عاليه قويه. خلينا دلوقتي نجرب العزل. عزل الهواء بالذات بعد ال 120 مش احسن حاجه.
صوت المحرك، عزل صوت المحرك كويس، ولكن صوت الهواء ملاحظ. يعني انا واخد بالي قوي من صوت الهواء وصوت الطريق، فالعزل مش احسن حاجه. خلينا دلوقتي نتكلم على استهلاك البنزين. استهلاك البنزين للعربيه دي انا شايفه ممتاز. عربيه لما جربتها على خلال الاسبوع، الايكو من اول 6.3 لتر ل 7.1 لتر لكل 100 كيلو، والنورمال من 7.1 ل 7.6 او 7.4. السبورت بدات تشوف 7.7 لحد 8.4 تحت ال9 لتر مهما دوست على العربيه. فده استهلاك بنزين حلو جدا، اديله 9 من 10 من مميزات العربيه. مساحات الرؤيه لو جينا اتكلمنا عليها، مساحات الرؤيه كويسه. الازاز اللي ورا شويه صغير، ولكن المرايات والرؤيه الاماميه كويسه. خلينا دلوقتي بقى نتكلم على السيفتي. الفئه اللي معانا دي اللي هي البريميوم، اللي هي تاني فئه، دي بينزل فيها 6 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، تاير بريشر مونيتورنج سيستم، فيها اوتو هولد. بالنسبه برضو للامان اللي فيها الورنينج، الفورورد كولاجن وورنينج، وفيها برضو ايمرجنسي بريكس. العربيه فيها كاميرات 360. ودلوقتي هنجرب تسارع الشنجاني سي اس 55 ونشوف هنجيبها في كام ثانيه. دلوقتي بقى هنجيبها على السبورت ونجرب التسارع من 0 ل 100. العربيه بتلعب كده في الاول، خلينا نجرب دلوقتي بقى كده الفرامل. فكركم احنا في طريق مقفول خالص ما فيهوش اي عربيات. الفرامل بتاعتها كويسه. خلينا دلوقتي نتكلم على الشكل الامامي. الشكل الامامي هتلاقي فيه اكتر ما يميزها هي الفوانيس اللي شكلها مميز جدا، وفيها الدي ان اي بتاع شنجان. عجبني برضو الحته اللي في الشبكه دي كده، هتلاقيها مختلفه، تحس ان هي كده عليها زي طبقه ازاز والباقي مكمل بيانو بلاك. هتلاقي ان في كاميرا اماميه، وهتلاقي ان في بيانو بلاك والتطعيم اللي بالاحمر اللي موجود في كل العربيه. الشكل الامامي للعربيه هتلاقي تحس انها عربيه عاليه عامله كده، وفيها خطوط في الكبوت. هتلاقي ده بس الخط بالتضليعه دي، والخط ده، والخط اللي جاي كده. خلينا بقى دلوقتي نتكلم على الشكل الجانبي للشنجاني سي اس 55. اكتر ما يميز العربيه هو الخط الاحمر اللي تحت ده، وكمان الخلوص بتاع العربيه. تتكلم في الجراوند كليرنس حوالي 171 ملم، تتكلم في خلوص ارضي ممتاز. كمان هتلاقي ان هنا الاوكر عاديه، هتلاقي ان فيها مرايات. الفئه اللي معانا دي فيها مرايات ضم، وفيها تسخين، وفيها كاميرات 360. الجنط اللي بيجي في العربيه هنا في الفئه اللي معانا بيجي 19، البروفايل بتاعه 225 55 19، بيجي 2 تون. كمان هتلاقي ان هنا في تطعيمات بالاحمر، بس انا مش عارف دي لازمتها ايه بصراحه. دي المفروض كانت تبقى مفتوحه فتحه تهويه، بس انا مش عارف وجودها هنا بتعمل ايه، انا ما اعرفش. العفشه الاماميه ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه مالتي لينك. خلينا دلوقتي نجرب المساحات الخلفيه، وهل 3 يقدروا يقعدوا ورا ولا لا. لو جينا بصينا على المساحات الخلفيه هتلاقي ان هنا كده ده ظبطه السايق. هتلاقي ان في مساحه لاج روم كويسه، مساحه الهيد روم برضو كويسه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان في هنا ارم ريست فيه 2 كاب هولدرز. الكنبه بتيجي جلد، وفي فتحات كده تهويه. لو جينا قعدنا هنا في النص هنلاقي ان في نفق فتيس صغير جدا جدا جدا، يعني في حد تالت ممكن يجي يقعد هنا. عندك فتحتين يو اس بي تايب اي، وعندك فتحه واحده بس للتكييف. لو جينا قعدنا هنا هنلاقي ان في برضو مساحه ليج روم كويسه، مع ان ده انا مرجعه قاصد عشان نشوف لو حد قاعد طويل شويه. ومساحات التخزين، عندك هنا مساحه تخزين، وعندك هنا مساحه تخزين، وبرضو في الباب هنا في مساحه تخزين. والعربيه بتيجي فيها فتحه بانوراما كبيره جدا، وانا شايفه ان هي مميزه عشان هي قادره توصل للناس اللي قاعده في الكنبه ورا. خليني بقى دلوقتي اكلمكم على الشاشات والتجهيزات اللي موجوده في الانتيرير بتاع العربيه. العربيه فيها شاشتين. دي الشاشه بتاعت الميديا 12 و3 انش، ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس لازم سلك. الشاشه دي 10 انش
LCD. وهقول لكم ليه LCD قدام لما اقول لكم الفروقات ما بين الاليت والبريميوم، الفئه الاولى والفئه الثانيه. هنلاقي ان الخامات بيبدا من اول هنا بلاستيك، تمام، وهتلاقي هنا سوفت تاتش مع بلاستيك بيرجع تاني هنا تحت. وبرده الكونسوله دي هتلاقي فيها سوفت تاتش في بلاستيك واخد شكل الخشب، هتلاقي برده دي سوفت تاتش. هتلاقي بقى اماكن التخزين حلوه هنا في العربيه، عندك مساحه تخزين انا حاطط فيها حاجات كتير دي. وكمان عندك هنا 2 كاب هولدرز ومكانين للموبايل، ده فيه وايرلس تشارجنج بس ده ما فيهوش. هتلاقي ان هنا الفتيس اللي بيجي في البريميوم شافت باي واير. هنا في كاميرات 360، خليني اوريكم كده شكل الكاميرات، الريزوليوشن بتاعها حلو وبرده الريسبونس بتاعها كويس. هنا عندك ميزه في العربيه دي ان هو عامل لك التكييف بزراير، يعني معظم العربيات بتعمل لك ايه التكييف هنا بس، لا هو عامله لك هنا وعامله لك هنا برده بزراير، ان انت بتقدر تشغله من هنا. وفي برده التعقيم بتاع التكييف موجود في العربيه دي. دي برده مساحه تخزين بتاعه الكونسوله اللي جنبك وغويطه، انا حاطط فيها شنطتين. وعندك مساحه التخزين الجلاف بوكس اللي موجوده هنا. اماكن التخزين اللي في الباب عندك واحده فوق وعندك واحده تحت كبيره، انا حاطط فيها ازازه ميه وحاطط فيها النوت بوك بتاعتي. الكراسي اللي بتيجي في العربيه في الفئه اللي احنا بنجربها البريميوم، الكرسي ده كهرباء جلد وفيه فتحات للتهويه، بس طبعا ما فيهوش ولا تسخين ولا تبريد ولا حتى مساج. طبعا البريميوم الفئه اللي هي الثانيه فيها 6 سماعات من بايونير. الطاره هنا بتيجي جلد في ستيتشنج، فيها طبعا مقطوعه كده من فوق ومقطوعه من تحت، هنا عشان تديك مساحه رؤيه قدامك وهنا عشان تديك مساحه ليج روم. وطبعا دي الطاره المتعارف عليها من شركه شنجان. خامات الباب الامامي هتلاقي ان هي فيها جلد في بلاستيك، في جلد تاني في بلاستيك. السوفت تاتش تقريبا مش موجود فيها، وفيها اماكن تخزين هنا وهنا. عايز افرجكم بقى على الشاشه وايه الاوبشنز اللي فيها. هنا مثلا تقدر تتحكم في الباور ستيرنج مود، كومفورت ولا ستاندرد ولا سبورت. تقدر كمان تقفل وتفتح الثبات الالكتروني. هنا في البادي بتقدر تفتح وتقفل السان روف والسان شيد. السيفتي في العربيه دي هتلاقي في فورورد كوليجن وورنينج، وهتلاقي في الامرجنسي بريكنج. هنا بتقدر تغير صوت بتاع اللي بيجي هنا كده زي ما انتم شايفين. خلينا نتكلم على الشكل الخلفي. هنلاقي ان هي بتيجي فيها فوانيس LED وكمان بتيجي بكاميرا خلفيه. وهتلاقي ان هنا الستوب لايت شكله مختلف شويه، تحس ان هو جاي من لعبه، تحس ان دي متاخده من جراندايزر او حاجه شبه كده يعني. طبعا هتلاقي ان هنا الفتحات بتاعت الشكمان هنا دي فتحات مش حقيقيه، فيك، وفيها سنسور خلفي. خلينا نبص دلوقتي على الشنطه، واللي هفاجئكم انا حاطط فيها حاجات كتير قوي. شنطه كهرباء ومساحتها حوالي 475 لتر. انا حاطط بصوا بقى فيها قد ايه. ادي دي شنطه الثانيه، ثالثه سفر، رابعه برضو سفر، وحاطط برضو فيها شنطه تمرين وشويه لبس. فهي الشنطه بتاعتها كويسه وبتقفل كهرباء. عايز اوريكم برضو مفتاح العربيه، فتح وقفل وشنطه. خلينا نتكلم بقى دلوقتي على الحاجات اللي عجبتني في العربيه والحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه. اول حاجه عجبتني في العربيه تكييف العربيه. تكييف العربيه من الحاجات اللي انا خدت بالي منها من اول يوم. احنا في الشتاء ولكن التكييف يا جماعه مهما العربيه اتركنت برضو، خلي بالك احنا في الشتاء بيبقى فيه شمس برضو، يعني دلوقتي درجه الحراره 25 وفي ساعات شمس راكن العربيه والكلام ده. فالتكييف بتاعها من الحاجات الحلوه جدا في العربيه، بيسقع حلو جدا ومش محتاج تجيبه على مش محتاج تعلي الفان للاخر. فمميزات العربيه التكييف. تاني حاجه من مميزات العربيه دي الاداء، منظومه الموتور والفتيس قادرين ان هم يدوك اداء كويس جدا بالنسبه للفئه اللي بتتقدم فيها العربيه اللي هي الكومباكت كروس اوفر. الاداء ده تاني ميزه في العربيه. تالت ميزه في العربيه هي استهلاك البنزين. استهلاك البنزين انت بتتكلم في متوسط ما بين ايكو نورمال وسبورت، بتتكلم في 7 و6 لتر. فده حلو جدا مع ان العربيه اصلا بتطلع 300 نيوتن متر تورك، وده رقم حلو جدا على استهلاك البنزين.
رابع حاجه كويسه في العربيه او من ميزه في العربيه هي التوجيه بتاع العربيه. انا شايف ان التوجيه بتاع العربيه دي حلو، بس كانت محتاجه العربيه دي شويه، تحس ان هي كانت محتاجه توطى سنه صغيره. خامس حاجه عجبتني بقى في العربيه هي نفق الفتيس اللي ورا. تتكلم في نفق فتيس صغير جدا، فعندك 3 يقعدوا ورا مرتاحين. اخر حاجه عجبتني بقى في العربيه السعر. انت بتتكلم في سعر بيبدا من اول 1,050,000 والفئه اللي احنا بنجربها 1,180,000. فانت بتتكلم في سعر بيقدر يديك قيمه. القيمه دي قيمه مقابل سعر. فانت بتاخد عربيه فيها اوبشنز، فيها اداء كويس، فيها استهلاك بنزين كويس، فيها تكييف كويس، فبتاخد بالفلوس اللي انت دفعتها دي بتاخد بيها مميزات. هنا دلوقتي نتكلم على الحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه. الحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه استخدام البلاستيك هنا وهنا، وبرضو البلاستيك اللي هنا عند الشاشه. بلاستيك كتير، ومع الوقت لما انت عايز تعرف عربيه بيبقى فيها بلاستيك كتير ولا لا، تسيب العربيه في الشمس مده، ولو رجعت هتلاقي في صوت بلاستيك اول ما تيجي تركب كده العربيه اول دقيقه دقيقتين، بعد كده الصوت بيروح طبعا. بس استخدام البلاستيك انا شايفه طبعا تتكلم في فئه سعريه لازم يستخدم بلاستيك، يعني هو ما استخدمش بلاستيك مش هيقدر يقدم لك العربيه دي بالسعر ده. فدي الحاجات اللي ما عجبتنيش. حاجه تانية ما عجبتنيش هي ان الابل كار بلاي والاندرويد اوتو واير مش وايرلس. واخر حاجه بقى ما عجبتنيش هي عزل صوت الهواء، وبالذات بعد اللي بتتكلم في ال 120 وبعد ال 120 انت قادر تسمع صوت الهواء ملاحظ جدا. فدي كده الحاجات اللي عجبتني في الشنجان السي اس 55 بلس، ودي الحاجات اللي ما عجبتنيش. خليني اكلمك على الفروقات ما بين الفئات. هما 3 فئات. الفئه الثالثه بس بتختلف ما بين الفئات الثانيه ان هي بتدور بالمفتاح عن بعد، فيها شويه حاجات للسيفتي بالنسبه لللين كيب اسيست واللين ديبارشر اسيست. ولكن الفروقات الاكتر ما بين اول فئه وتاني فئه اللي هم التجميع المحلي، اللي هم اول فئه الاليت والبريميوم. فخليني كده اقول لكم دلوقتي ايه الفرق ما بين اول فئه وتاني فئه التجميع المحلي. اول فرق ما بين الاليت والبريميوم ان هتلاقي ان البريميوم بتيجي بكاميرات 360 ولكن الاليت بتيجي بكاميرا خلفيه. الفئه البريميوم بتيجي ب6 ايرباج ولكن الاليت بيجي ب4 ايرباج. البريميوم فيها في المرايات تسخين. البريميوم بيجي برضو فيها تحذير من التصادم الامامي وامرجنسي بريكس. في الاليت بتيجي 10 انش اللي هي الديجيتال كلاستر اللي قدام بتكون ديجيتال، اما البريميوم بتكون LCD. البريميوم بتيجي الفتيس شيفت باي واير، اما الاليت بتيجي مش شيفت باي واير. البريميوم فيها اوتو لايت ورين سنسور. الاليت بتيجي بفتحه سقف، اما البريميوم بتيجي ببانوراميك سانروف. البريميوم بيبقى فيها وايرلس تشارجنج، شنطه كهرباء. البريميوم بتيجي فيها 6 سماعات من بايونير، اما الاليت بتيجي فيها 4 سماعات عاديه مش بايونير. في الاخر خالص الشنجاني سي اس 55 التجميع المحلي بتخاطب مين؟ بتخاطب الفئه اللي هي العائليه، اللي هو في نفس الوقت عايز يركب عربيه فيها مساحات كبيره، عندك ورا يقدر يقعد 3 مع ان انت تاخد اداء كويس جدا. بتتكلم في 300 نيوتن متر تورك و185. بتتكلم في كمان استهلاك بنزين توفير كويس، عربيه بتستهلك ما بين ال6 و4 لتر لحد ال8 و4 لتر. فاستهلاك البنزين على حجم العربيه وطول العربيه ووزن العربيه اللي هو حوالي طن 400، فده استهلاك بنزين كويس جدا. في الاخر خالص دايما بقول لكم اشتري العربيه ولا ما اشتريهاش ولا اخليها شورت ليست. انا الشنجان السي اس 55 بلس هخليها شورت ليست لاسباب كتيره. اول حاجه العربيه دي قيمه مقابل سعر، وخلي بالك مش معنى انا بقول لك ان هي شورت ليست ان هي وحشه، لا هنخليها شورت ليست ان انا ممكن في يوم من الايام اجيبها. العربيه تعتبر قيمه مقابل سعر. العربيه دي واخده في راي الجمهور لسه من كام يوم واخده احسن عربيه في فئتها اللي هي الكومباكت كروس اوفر. فالجمهور كلها حبوها بسبب ان هي بتقدم لك قيمه مقابل سعر. بتتكلم النهارده في اول فئه ب1,050,000 وتاني فئه اللي هي اللي معانا البريميوم ب1,180,000. فعشان كده انا هخلي الشنجاني سي اس 55 بلس شورت ليست.